هذا البرنامج العمل كيف ما شفتوه برنامج اللي جاب واحد المنهجيه جديده، منهجيه علميه، منهجيه ديال التغيير، وجمعناه في واحد عجله التنميه ديال اكادير اللي هي عباره عن خريطه ذهنيه اللي سهله ترسخ في الذهن ديال المواطنين باش كلشي يعرف فين غاديين في هذا السياق. واحد البرنامج اللي الهدف ديالو هو يجعل من اكادير مدينه حديثه جذابه، منفتحه على الساكنه ديالها، منفتحه على لونفيرونمون ديالها ككل، ونموذج ديال الانتقال المستدام والذكي. نقدروا نهضروا على التخطيط اللي بغينا نديكوفري اكادير كامل باش نعرفوا فين غاديين بهذه المدينه في هذا 20 ولا 30 عام اللي جاي. نقدروا نهضروا على تحفيظ الممتلكات باش نخليو الاجيال اللي جايه الفونسي اللي غادي خصها باش تنجز المشاريع ديالها لمدينتها. ولكن اهم حاجه نقدروا نهضروا عليها هي الخلق ديال هذه المراكز الحضريه الجديده للمدينه. اليوم كاين عندنا واحد السونتر فيل، غدا غادي يوليو عندنا او توتال 8 ديال لي سونتر فيل. ما معنى ان سونتر فيل؟ بلاصه اللي فيها مساحات خضراء، بلاصه اللي فيها ساحات، بلاصه فيها ملاعب القرب، بلاصه فيها شوارع، فيها دي كوميرس، فيها واحد الاناره في المستوى، فيها واحد التبليط اللي هو في المستوى. فين بغينا هذا الشيء؟ بغينا في انزه الدارت، بغينا في الحي المحمدي، اغروض بن سرقه وتيليله ادرار، الهدى، تالبرج، تيكيوين. يعني كل بلاصه تكون فيها هذاك هو السونتر فيل ديالك. بغيتي تتحرك مرحبا بك، ما بغيتيش راه كلشي قريب لك، اسواق القرب، الجامع. يعني هذه اللي كنسميوها في العالم ككل، العالم باسره، المدينه ديال 10 دقائق ولا 15 دقيقه على رجليك. كتخرج من الدار 10 15 دقيقه، اي حاجه احتاجتي ليها كتلقاها حداك. وبلي نورم اللي انتم شفتوهم في برنامج التنميه الحضريه اللي هما دي نورم انترناسيونال، يعني ما غاديش نكذبوا على الساكنه. البرنامج راه شفاف، غادي يكون في واحد البورتاي ويب انترنت اكسيسيبل للجميع اللي بغى يمشي يشوف اشنو هو الدور اللي بغى يلعب في التنزيل ديال هذا البرنامج. لان البرنامج ما يمكنش ينجح الا ما تضافراتش الجهود ديال من؟ ديال الساكنه، افراد، هيئات المجتمع المدني، صحافه، جمعيات. الجميع خصو يترافع على مدينه اكادير. هاد 6 سنين اللي جايه ماشي 6 سنين اللي خصنا نتفارقوا فيها، هذه خصني 6 سنين اللي خصنا نتجمعوا عليها باش نديروا التنزيل ديال هذا البرنامج هذا. راه الغلاف المالي اللي غادي يحتاج ليه مهم، ولكن لي سورس دو فينانسمون راه كاينين. يعني راه عرفنا كيفاش غادي نديروا باش نفينونسيو. دابا اللي غيخص هو تضافر الجهود في التنزيل، في التقييم، وفي التتبع اللي غادي يكون على طول البرنامج باش نوصلوا لهذه الاهداف اللي كاينه. صعيب ندخلوا لكاع لي ديتاي، ولكن لو بلوز امبورطون هو مباشره مره غادي تكون التاشيره ديال سلطات الوصايه بالنسبه للبرنامج. راه غادي يتفرق على الجميع، وكل واحد ديك الساعه يشوف شنو هو الدور اللي بغى يلعب فيه باش تكون اكادير كيف ما بغى يشوفها صاحب الجلاله وكيف ما بغاو يشوفوها الكاديريين. يعني عروسه المغرب، وواحد المدينه اللي كاينه في الخريطه ديال العالم ماشي غير في الخريطه ديال المغرب. كثيرة مؤخرا حول ملعب رفقي بأنزا، وكثر الكلام والقيل والقال أن هناك تفويت، وكذبوا جميع الأقاويل هذه. كل ما في الأمر أنه تنقولوا داك الملعب داك رفقي الفضاء، أنه غادي يبقى فضاء للتنزه، غيولي فضاء سي ليكيفالون ديال. هناك تصور بغينا نردوه بحال التهيئه ديال البارك ديال المنتزه الانبعاث اللي في اكادير. نديروا واحد المنتزه بديك القيمه للساكنه ديال انزا. داير الناس راه شافوا التهيئه والاقبال اللي كان ديال الساكنه على ديك لاكورنيش ديال انزا. تنقولوا بانه انزا تعطاها واحد الصبغه سياحيه، وبانه ديك المنطقه هناك تهيئه ديال الطريق الوطنيه، وما يمكنش واحد الارض اللي مطله على شاطئ البحر واللي عندها واحد نقولوا ان بوتونسييل اللي هو سياحي توريستيك يكون فيها ملعب يستقبل مباريات رياضيه ديال العصبه. اللي قلنا في اطار انه التهيئه الجديده ديال انزا انه يتحول هذاك الملعب لملعب للقرب. تنأكد الملعب للقرب، فضاء رياضي للقرب، فضاء للتنزه، فضاء للتبضع، وفضاء ديال لا ريستوراسيون، وملعب ديال كرة القدم بمعايير جديدة زائد قاعة مغطاة. راه سوف يتم إنجازهم في أنزا في إطار ديال واحد المخطط تهيئة اللي تنقولوه نريده لأنزا أنه تكون عندها وثائق تعمير. ومن أحد المراكز الجديدة اللي تنقولوا أنه غنخلقوا في أكادير 7 أقطاب جديدة، راه أحد الأقطاب الأقرب للتحقق وهو قطب ديال أنزا. شكرا. في الدورة الأخيرة سمعنا بودرقة هو البارشوك ديال المجلس، تعرضت لمجموعة من الإشاعات. علاش بالضبط بودرقة؟ لماذا بالضبط؟ شوف نقول واحد، الله يجازيكم بخير. حنا عندنا عمل ديال الفريق. النهار اللي كتجي تكون اكسبوزي
سو لي بروجيكتور، راه جايين باش نعملوا، جايين باش نخدموا. الناس راه شافوا لا كادونس افيك لاكيل اون ترافاي وكيف يشتغلوا هذا المجلس. بالنسبه لنا حنايا واحد الحاجه، راه حنا الله جداد في التسيير ديال العمل الجماعي وهذا الشيء، وجايين كنا من قطاع خاص، وجايين عندنا شركات ديالنا، وعندنا نزاعات مدنيه في المحاكم، وعندنا واحد المجموعه ديال الحوايج. انا اللي الاشاعه والناس اللي كيبداو يهضروا، واللي بغى يهضر من يملك الحقيقه، حنا عندنا الثقه في القضاء. القضاء ما عندوش غير دعاوي، راه عندي مجموعه ديال الدعاوي، عندي مجموعه الدعاوي ديال الكرا، وعندي بزاف ديال الحوايج، فهمتي. اما باش نجيو بعض الاشخاص الذين يركبون على داك الشيء باش بوغ اتاندغ ليماج دو كيلكان ولا لوطخ، هذاك الشيء اللي كيحزوا في النفس. شكرا.